الشخص اللي اختفى من حياتك يا برج الجدي، يا ترى مشي ليه فجأة؟ يا ترى ايه اللي حصل؟ هنكشف النهاردة حقيقة اللي حصل بالظبط مع بعض، ونشوف ايه اللي حصل مع مواليد برج الجدي في شهر مارس 2026. ولو انت مش مواليد برج الجدي وحسيت في كلامي بحاجة لمست قلبك، خليك معانا للآخر حتى لو انت مش برج الجدي. يلا بينا. طاقتك ايه يا حبيبي يا اللي بتسمعني؟ برج الجدي عنده لم شمل ووضع عائلي جميل جدا، بتلم العيلة، بتفرح، بتعيش أوقات حلوة جدا الشهر ده إن شاء الله يا برج الجدي. لو انت واحدة أو لو انت واحد بتعمل حاجة حلوة قوي في نفسك، يعني ممكن تكوني واحدة بتغيري لون شعرك، بتعملي حاجة جديدة، بتشتري لبس جديد. نفس القصة لو انت واحد برضو بتعمل حاجة حلوة بتسعدك، وبتشتري حاجة حلوة كمان ليك، ربما تكون عربية جديدة، ربما تكون حاجة جديدة بتفرح بيها جامد جدا يا برج الجدي. في عندك لم شمل وفي وضع عائلي بتسعد بيه جامد جدا. بالرغم من كل الحاجات الجميلة اللي انت بتمر بيها دي يا برج الجدي، الا انك انت محتار حيرة كبيرة جدا، وعندك تعلق على حبيبك ومنتظر على نار. ما احنا قلنا هو اختفى فجأة، وعايزين نعرف ليه اختفى. النهاردة هنشوف سوا، ناخد رسالة ونشوف. بيقولوا لك رومانس فيلينجز، بتعيش أوقات رومانسية جميلة جدا الشهر ده إن شاء الله، وبتعلي استحيائك زي ما أنا شايفة يا برج الجدي. وبيقولوا لك إن في حد بيتلون عليك، خلي بالك يا برج الجدي في شهر مارس 2026. وفي حد تاني لابس ماسك، ممكن ربما يكون هو نفس الشخص لابس ماسك وبيتلون عليك، خلي بالك تاني يا برج الجدي. طيب، الملايكة بيقولوا لك ليت جو، حاول انك انت تتخلص من العلاقات التوكسيك اللي موجودة في حياتك والناس التوكسيك على قد ما تقدر. وكمان غير تفكيرك السلبي، حاول انك انت تغير تفكيرك السلبي. والمعجزات بتحصل، وان شاء الله تحصل معاك معجزة في حاجة كان نفسك فيها جامد جدا ونفسك وكنت شاكك انها ممكن تحصل، بتحصل معاك في شهر مارس ان شاء الله يا برج الجدي. كمان بتعيش مرحلة صمت ومديتيشن، يعني بتحاول انك انت تعيش مرحلة من الشفاء الروحي في شهر مارس ان شاء الله، يعني روحانياتك بتعلى كده في شهر مارس ان شاء الله. الحياة بالظبط زي لعبة، حاول انك انت تاخد الكارت اللي بيكسب، وعلشان تقدر انك انت تلعب اللعبة دي صح وتكسب، وما تراهنش على حاجة خسرانة. بيقولك ان في شوية عقبات وغيوم مريت بيها، استنى وانتهز الوقت المناسب علشان الامور تكون استقرت. ناخد رسائل من حبيبك قبل ما نفتح عليه طاقته ونشوف في القراءة. بيقولك حبيبك احنا الاتنين عارفين انا ما كنتش المناسب ليك، وبيقولك كمان انا كنت اتمنى ان الامور تكون مختلفة، وبيقولك كمان انه سابك قبل ما انت تسيبه، وبيقولك برضو انه فاكر كل تفصيلة حصلت في اليوم ده يا برج الجدي. طيب، حبيبك اللي مشي ده كان حاسس بسعادة جميلة جدا، انت كنت بتحسسه يا برج الجدي بالسعادة العائلية، كأن انت واحد من عيلته او هو كمان واحد من عيلتك. كان بيحس معاك بالسعادة، كنتوا انتوا الاتنين بتمثلوا زي العملة ظهرها ووشها، بتمثلوا بعض لأبعد الحدود، بتفهموا بعض من الكلمة. كنت انت بتفكروا باوقات جميله من وهو صغير، ربما يكون حصل ما بينكم حوار وانتوا بتتكلموا، انا وانا صغير حصل كذا كذا، بتفكرني بالموضوع ده. بس للاسف الموضوع بتاعكوا ده اللي وقف فيه واحده ست كانت واقفه في الموضوع ده واشتغلت جامد جدا علشان تفرقكوا. للاسف للاسف الاسيف، يعني للاسف ده السبب الحقيقي لفراق حبيبك يا برج الجدي.
يعني لو انت واحدة او لو انت واحد هي برضو واحدة ست، خلي بالك. انت بتحلم ببداية جديدة يا برج الجدي. تاني بتحلم ببداية جديدة والموضوع مش عاجبك خالص، وبتحلم انك انت تاخد حقك، عايز تاخد حقك، بيحصل فعلا انك انت بتاخد حقك، بس محتاج انك انت ترتب افكارك صح، لان برج الجدي ما بيسيبش حقه مهما طال الزمن، بيفضل قاعد لحد ما ياخد حقه. انا عارفة عنده هو كمان حبيبك ده بداية جديدة، عنده بدايات كتير جديدة، أنا معرفش هو عنده ارتباط، عنده ترسيم، عنده حاجة جديدة، عنده عتبة جديدة بيدخلها، عنده تغيير شغل من مكان لمكان، بيغير مكانه، بيروح من مكان لمكان، وعنده عند جامد جدا، وعنده قرار بياخده في مجازفة كبيرة، وعنده احتفالات. بالرغم من ده إلا إن عنده في طاقته الداخلية صراع داخلي كبير جدا علشان اللي عمله. انت خلاص، انت قلبك وجعك من اللي حصل ومشيت بالرغم من كده، بس مش عايز تفكر في الموضوع، قفلت الموضوع خلاص، وبتقول بالرغم من السعادة اللي كنت بحسها معاه، انا خلاص انا مش عايزه، حتى لو رجع هسمعه كلام ما يحبش يسمعه، ما يحبش يسمعه منك. يعني بتقول يا رب ما يرجع علشان ما سمعهوش اللي هو ما يتمناش يسمعه مني، هوريله وش تاني. زي كده الاغنيه بتاعت تامر عاشور، صح؟ اكتبوها لي برضو في الكومنتات، واكتبوا لي حكايتكم، عارفينها ولا لا؟ هيجي لي موجوع، صح؟ يعني عامة في مين ناس راحوا وما جوش، صح؟ مش بيقول كده؟ بيقول كده في الأغنية، في مين ناس راحوا وما جوش، راجع يعني ما تشغلش بالك. يلا بينا ناخد 3 أسئلة لبرج الجدي ونشوف إجابتهم سوا. هل لو انتوا في فراق دلوقتي أو بعيد عن بعض، هل بيكون في رجوع قبل آخر مارس 2026 ولا لأ؟ شوف انت مش عايز رجوع اصلا انت مش عايز رجوع، ولو رجع انت فعلا هتسمعه، هو بيرجع بس انت بتسمعه كلام هو ما يحبش يسمعه، وانت مش عايز تعمل كده يا برج الجدي، صح ولا لا؟ مش عايز تنفجر في وشه زي ما بتعمل يعني لما بتكون متضايق. طيب هل لو انت سنجل او شايف نفسك سنجل، هل بيظهر حد جديد لاخر شهر مارس 2026 ولا لا؟ انت خلاص، انت مهتم بمادياتك، ايوه بيظهر حد جديد، بس بيظهر في مجال عملي، سواء في الدراسة او في الشغل، بيكون في مكان في الشغل بتاعك، بيكون في بداية عملية ما بينكم. طيب هل لو انت لا، حط اي سؤال في عقلك وبالك ونشوف اجابته سوا، ولا لا؟ يلا بينا. ايوه، وان شاء الله الموضوع اللي انت حطيت بالك عليه او سالته ده بيكون فيه وفره من الحظوظ، وبيكون فيه توقيت قدري ان شاء الله. شكرا حبايب قلبي برج الجدي ونورتوني.